عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد حدايد. يا شباب، نزل تحديث جديد لتطبيق الواتساب وأصبح بإمكانك اليوم إنشاء قناة خاصة لك. إن شاء الله في هذا الفيديو بنتعرف على كافة التفاصيل. التحديث نزل اليوم ويحمل رقم 23.21.0. ممكن يكون وصلك التحديث لكن ما وصلتك الميزة، ممكن ما يكون وصلك لسه التحديث، فأنت أصبر وإن شاء الله بيوصل للجميع. خلينا نبدأ الفيديو مع بعض وكيف ننشئ قناة وإيش تقدر تستفيد منها. طيب يا شباب، أول ما بتدخل على تطبيق الواتساب في عندك في اليمين حاجة اسمها المستجدات. بيكون شكل الحالات اللي عندك، حالات الواتس بالأعلى وبيكون القنوات بالأسفل. تقدر تتابع أي قناة. على سبيل المثال هذه القناة تقدر تشوف إيش الأخبار اللي بداخل هذه القناة. كذلك تقدر تضغط على علامة الزائد اللي مكتوبة أو اللي موجودة جنب القنوات. لو ضغطنا عليها حيظهر معنا البحث عن القنوات وفي إنشاء قناة. البحث عن القنوات في خانة البحث بيظهر لك هنا أهم القنوات من حيث المتابعة وإلى آخره. تقدر تدخل على أي قناة، على سبيل المثال هذه القناة، وتتصفح ما بداخلها. لو شفت أنه مثلا محتواها يعني مناسب لك تقدر بالأعلى في كلمة متابعة. الآن تقدر تشغل علامة الجرس للتنبيهات. أي شيء ينزل جديد بالقناة تقدر الثلاث نقاط من هنا تسوي تار معلومات القناة أو تشوف معلومات القناة. تقدر تشارك هذه القناة عن طريق رابط مثلا في منصة إكس أو في أي منصة أخرى أو حتى في الواتساب نفسه، وتقدر تسوي إبلاغ عن هذه القناة لو شفت فيها أي شيء مخالف، وتقدر تلغي اللي هو متابعة القناة في أي وقت. طيب احنا الآن نبغى ننشئ قناة لنفسنا. بنضغط علامة الزائد إنشاء قناة، وهنا بيجيب لك تعليمات القناة قبل إنشائها. يعني هنا ما أدري ليش جايني صراحة بالإنجليزي مع إنه الواتس عندي باللغة العربية. هنا بيقول لك يمكن لأي شخص اكتشاف قناتك، يعني أي شخص يقدر يكتشف هذه القناة. يعني القناة بتكون عامة لكافة الناس، سواء أنت مخزن رقمه أو ما يعرف رقمك أو أنت ما تعرف رقمه أو أي شيء، زي القنوات اللي شفناها في البحث قبل دقائق. وبناء على كذا بيقول لك خلال 30 يوم أي شيء تنزله في هذه القناة خلال آخر 30 يوم بيكون ظاهر للجميع، زي قناة مثلا القرآن الكريم اللي شفناها قبل شوي أو ريال مدريد أو غيره. يعني بتكون مفتوحة للكل وأي أحد يقدر يطلع على محتواها، سواء مشترك أو غير مشترك، سواء أنت تعرف رقمه ومخزن رقمه أو ما يعرف رقمك ولا مخزن رقمك ولا يعرف مين أنت. فهنا حذرك من التعليمات اللي أعطاك هي في التعليم الأول. بيقول لك ومع كده الناس بتشوف قناتك لكن ما بتشوف أي معلومة شخصية عنك. زي إيش هذه المعلومات الشخصية؟ قصده يعني الناس ما حتشوف لا رقم جوالك ولا حالتك اللي انت منزلها هنا ولا ملفك التعريفي الخاص بالواتساب ولا اي شيء عن الواتساب. واخر شيء بيقول لك انت مسؤول عن قناتك وعن محتواها، وهنا في الشروط والاحكام. طيب الان بسوي متابعه بالضغط على كونتينيو. طيب الان بيقول لك عدل صوره القناه، يعني اجعل للقناه صوره واسم واوصف قناتك عباره عن ايش قناتك. فلو جيت تختار صوره بيقول لك التقاط صوره، تقدر تصور نفسك، اختيار صوره من البوم الصور او ايموجي وملصقات او بحث في الويب. فانا بختار مثلا من البوم الصور. اخترت على سبيل المثال هذه الصوره، بسوي اختيار. الان اسم القناه بسميها بنفس اسمي. صفة القناه بكتب مثلا اخبار تقنيه وبرامج وتحديثات والعاب بهذا الشكل. الان بسوي انشاء قناه. الان تم انشاء القناه. ظهر لك شيء هنا مشاركة رابط القناة. أقدر أشارك رابط القناة مثلا في تويتر اللي هو إكس أو في جروبات الواتساب أو لأي شخص. وهنا مشاركة في حالتي اللي موجودة في الواتساب عندي، الحالة اللي بتظهر للناس اللي تعرف رقمي، إني أقول للناس اللي أنا مخزن أرقامهم عندي ويشوفوا حالتي أو مخصص إنهم يشوفوا حالتي، ترى صار عندي قناة وتقدر تدخل عليها. لو ضغطنا هذا الخيار هذا هو بيكون رابط مشاركة القناة. هنا أقدر أرسل عن طريق الواتساب أو مشاركة في حالتي أو أنسخ الرابط أو مشاركة الرابط. طيب الثلاث نقاط اللي موجودة هنا بيكون فيها معلومات القناة. لو دخلنا عليها في عندك خيار تحويل. هنا بيحولك كأنك بترسل رسالة من الواتساب لشخص آخر. يفتح لك جهات الاتصال عندك في الواتساب وتقدر ترسل القناة مباشرة للجروبات اللي هي المجموعات أو الأشخاص وإلى آخره. ومشاركة نفس الفكرة. هنا بيكون نبذة القناة وتقدر تغيرها في أي وقت بعد ما نضغط على تحرير. هنا قناة عامة، لاحظ معايا هذا الخيار هنا قناة عامة. لو دخلنا عليها هنا جاتني بالعربي. فهذا اللي تكلمناه في بداية الفيديو، كانت التعليمات حول القناة. ما حكرر الكلام مرة ثانية. طيب إعدادات القناة، طبعا الناس ما تقدر تشارك في هذه القناة، يعني أنت فقط اللي تنزل محتوى في هذا القناة. طيب الناس كيف تشارك؟ حتشارك برموز تعبيرية. خلي أي رمز تعبيري، يعني كل الرموز بتظهر، جميع الإيموجي اللي عند أي شخص بالكيبورد يقدر يعلق على أي منشور أنت تنشره.
او فقط تحدد لهم هذه الرموز، فخليها اي رمز تعبيري. والمشرف اللي هو انا، وهنا كاتب لك لن يراك المتابعون، يعني انت لا حتشوف المشرف ولا انت حتشوف مين المضافين عندك. هنا في 0 متابع، لو في 1000 متابع 10000 متابع ما حقدر اعرف مين هم المتابعين غير لو واحد من جهات الاتصال عندي تابعني في هذه القناة، غير كذا ما حشوف اسماء وارقام جميع اللي حيدخلوا هذه القناه، وهذا شيء رهيب صراحه. وفي النهايه لو حبيت تحذف القناه في اي وقت فبتضغط على حذف القناه. مبدئيا حترك ان شاء الله رابط قناتي موجود في اسفل هذا الفيديو، لو حبيت تشرفني حيكون في باذن الله الشروحات اول باول حكون منزلها هنا في هذه القناه، واتشرف بالجميع. بكذا اكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، يعطيكم الف عافيه، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناه. كل التوفيق للجميع وفي امان الله.